ايه رايكم في جواز الصالونات؟ جواز حلو قوي لذيذ. هو اكيد طبعا جواز الصالونات دوت في منه بينفع وفي منه ما بينفعش، ان هي تبقى مناسبه لناس وناس. لا برفضه تمام. جو. ايه رايك في جواز الصالونات؟ تمام. مصر يعني عملتها، بس هي حاجه غلط، يعني هي حاجه بشعه. فكره وحشه. انا شايفه ان هو لازم يكون في حب يعني علشان يكمل الموضوع. ايه رايك في جواز الصالونات؟ ايه ايوه. صالونات بقى ما صالوناتش، لا اصلا فكره الجواز بالنسبه لي فكره فاشله. اللي ماشي دلوقتي متهيألي. يعني ايه مش عارفه، هو برجمولي الاول بعد كده عشرقوه. فجاه بتعرف شخص وهو ما تعرفش اي حاجه عن حياته، فجاه بيقول لك ده والله ده انت هتتجوزه. ايه ده بجد؟ هي ممكن كانت تنجح زمان، لكن دلوقتي لا اشرح لي جواز الصالونات ده معناه ايه بالظبط؟ ايوه هتتجوز ناوي تتجوز امتى؟ بالليل. لا ما رجحوش بصراحه، بيعمل مشاكل بعد الجواز يعني عامه. لا 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 ما تجوزهوش. ما يجي يخبط على الباب كده هو بنفسه، ما يجيبش حد، يجي يخبط على الباب اتجوز. الجواز ده لازم يبقى حد تعرفه وبتحبه عشان تتجوزه، مش اي حد وخلاص. في العصر ده لازم يكون توافق في حاجات كتيرة جدا، وربما تلاقيها كده بالصدفة مع حد في الصالون زي ما انت بتقول. لا ما بحبه. الناس دلوقتي يعني انت بتدخل جامعه او مدرسه وكده بتشوف واحده بتتجوزها، بس ما فيش، ما بيتهيأليش حد دلوقتي هيرضى ان باباه يجيب له عروسه مثلا، ولا واحده تخلي باباها يجيب لها عريس. بالمفهوم المصري كل شيء اسمه ونصيب يعني، بس جواز الصالونات ما بيتيحش للطرفين ان هم يعرفوا بعض اصلا، ويمكن كمان حتى بعد ما يتجوزوا بكام سنه ما يعرفوش بعض. فالفكره من الاساس بتبقى مبنيه على انجذاب جنسي ورغبات جنسيه مكبوته عند الولد وعند البنت، فبيشوفوا انه في اطار جواز الصالونات ده ممكن يبقى بيؤدي لنتائج افضل على مستوى الشراكه في الحياه فيما بعد، وده ما بيحصلش. انا بحبها، انا اتجوزها واجيب لها فيلا وعربيه ملاك.